هدف الفيديو النهارده إن أنا جاي أقول لك قطعة صغيرة قد كده تكلفتها 3000 جنيه قادرة تبوظ بويلر تكلفته بتوصل ل 150 ألف جنيه. طب تعالوا نفتح مع بعض البويلر كده. تمام. القطعة اللي احنا بنتكلم عنها لو احنا جينا بالكاميرا وعملنا زوم إن، القطعة اللي موجودة في الخلفية عندنا، القطعة دي عبارة عن اير فنت. السخان مخصص إن موجود جواه اير فنت، دورها إن هي بتشيل بلوكات الهواء اللي بتتجمع في الشبكة، واللي أنا بسميها عدو نظام التدفئة الرئيسي. بلوكات الهواء دي لما بتبدأ تمشي في الشبكة وبتتجمع في الشبكة، بتيجي عند الأجزاء اللي موجودة الداخلية في البويلر، بتبدأ تعمل لها ظاهرة اسمها الكافيتيشن، وهي إن هي بتبدأ تاكل وبتدمر في الأجزاء دي، وبالأخص السيركيليشن بامب اللي موجودة عندنا دي من أكتر القطع اللي بتبوظ في البويلر المستخدمة في أنظمة التدفئة. عشان كده قطعة الاير فنت دي أنا مش محتاج أعتمد عليها جوه البويلر لكذا سبب. السبب الأول، كل ما كانت قطعة الغيار جوه السخان كل ما كانت تكلفتها عالية، وكل ما كانت قطعة الغيار جوه السخان لا قدر الله لو حصل فيها تلف، البويلر كله بيقف لحد ما القطعة دي تتغير. فأنا قطعة ب 3000 جنيه أقدر أركبها على الشبكة بتاعتي من بره، قادر إن أنا أحافظ بيها على البويلر ده إن هو ما يحصلوش أي تلف في أي قطعة غيار موجودة عندنا. ولو عايزيني اشرح لكم واكلمكم اكتر عن مكونات البويلر وازاي نقدر نحافظ عليه ان هو ما يبصش، اكتبوا لي في الكومنت وهنعمل لكم فيديوهات مخصصة بالاسئلة اللي انتوا هتسألوها.